ما نقدرش نطلع كوزارة صحة بنتكلم بشكل علمي ودقيق من غير ما يكون عندنا الأدلة والبراهين العلمية التي تثبت اللغز اللي ما يطلق عليه. لا يوجد لغز ولا يوجد في الطب لغز، ولكن يوجد منهج علمي للتعرف على الأسباب والمرض وأسبابه والأسباب التي أدت إليه. وبالتالي ده اللي احنا اشتغلنا عليه في المحاور الخاصة بوزارة الصحة، عن طريق ان احنا ننزل في الأماكن اللي فيها المنازل دي، نعمل زيارات ل 315 منزل، نعمل مناظرة ل 2179 فرد عشان نعرف ونسمع منهم ايه اللي حصل، ده كان اسبابه ايه، هل هم اكلوا في مطاعم معينة، هل تعرضوا الى مشروبات معينة، هل في شيء مشترك في البيوت دي وهنا ومن هنا، مع حصر المخالطين للحالات اللي تمت الحالات المرضية. وبنسميها تشكيل لفريق عمل لتقصي والمرور لمحطات المياه. وانا هقف عند النقطه دي كمان، وطبعا زميلي معالي وزير الاسكان هيتكلم فيها افضل مني بكتير، علشان دي نقطه مهمه ان احنا نوضحها. ميه النيل اللي جايه عبر روافدها من كل الدول اللي قبلينا، في نظام لحوكمه والكشف والاطمئنان على مياه النيل تشترك فيه اكتر من وزاره. وزاره الري والموارد المائيه بتاخد عينات من السد ومن البحيرة بشكل يومي وأسبوعي حتى تطمئن على المياه عند وصولها إلى الأراضي المصرية، وبمعامل متقدمة جدا، وتستطيع أنها بتطلع تقارير وتقدر تعمل معالجات إذا في أي شيء. ويعني مرينا بحاجات زي كده كثيرا. ثم المياه دي بتروح على محطات المعالجة اللي بتبقى في عهدة وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللي بتجري عمليات من المعالجة لهذه المياه، وعمليات أيضا التحليل الدوري والكشف الدوري والمعملي بشكل يومي في هذه المحطات حتى تطمئن عليها. ثم يأتي دور وزارة الصحة إنها بتجرى كل الإجراءات الخاصة بالكشف المعملي والتحاليل عند خروج المياه من محطات الشرب أو محطات المعالجة إلى الشبكات الداخلية للمنازل. وطبعا في نص الكلام ده كله وزارة البيئة بتعمل في أمور كثيرة مع حول هذه المحطات، وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات. فإذا هناك منظومة معقدة جدا للإطمئنان على كل نقطة مية حضرتك بتشوفها في الحنفية اللي بتنزل قدامك.